بتبدأ أحداث الحلقة بإن يوسف بيروح يقعد جنب شهد على الأكل، يقولها يضايقك لو قعدت جنبك؟ وجويرية تقوله دول اخواتك وده بيتك واقعد في المكان اللي يريحك. حور بتقوله معلش إن احنا متكلمناش معاك ولا سألنا عنك عشان عارفين الظروف اللي مريت بيها كانت صعبة. وجويرية ترد وتقولها وهي انتهت خلاص وياريت نقفل السيرة دي وما نرجعش للمواضيع والذكريات. وحور تقولها قبل ما نقفل الموضوع ده أنا عايز أسألك سؤال واحد، ايه اللي حصل لك بالظبط؟ وبتحاول تعترض جوهرية لكن حور تقولها يعني انت عايز اقتنع ان واحد وسط النهار وبين الناس وفي المطار اتخطف كده عادي؟ انا عايز اعرف كل شيء. يوسف يقولها تقدري تسألي امك، انا قلت لها كل شيء. منصور يدخل على فهد ويتكلم معاه بصوت عالي بسبب ديما، ويقول له هذه العقربة كانت عاملة نفسها الملاك ودلوقتي جاية تهدد. يسأله فهد هددتك بإيه؟ ومنصور يقول له بجوازي من مودي. فيسأله فهد أيوة يعني ازاي؟ فيقول له منصور انه رحت بيت ديما وطلبت ايد ياسمين منها. فهد بيتصدم ويقول له طيحت الدنيا فوق رؤوسنا وجاي دلوقتي تقول لنا؟ ومنصور يقول له انا جاي اعرفك عشان تساعدني. وفهد يقول له انا مع سياسة المواجهة، وروح قول لابوك وهو اللي يقدر يوقفها عند حدها. منصور يقول له لا طبعا انا شايفها صعبة جدا. فاقترح عليه فهد ويقول له سايرها. سحر بتقول له امها ممكن تقولي لي انضف دول ازاي؟ وما تقول لها دول يتولع فيهم بجاز مش بيتنضفوا. لكن سحر بتقول لها دول هدوم يوسف وانا وعدته بكده. وخديجة تتعصب عليها وتقول لها واحنا من امتى بننضف هدوم؟ انت عارفه نظام شغلك ولا ايه؟ روح ارميهم للشغالات وهم ينضفوهم. بعدها بيدخل عليهم عز الدين وبتطلب منه سحر ان يشتري منظفات تكون خارقة وبتعمل المستحيل. حور بتروح غرفة يوسف ولما بيشوفها بتبص كتير حواليها بيقول لها يوسف شكلك قاعدة تفتكري وعلاقتكم ما كانتش هينة. وحور تقول له للأسف مرينا بظروف صعبة. المهم ليه ما قلتليش اللي حصل؟ ويوسف يقول لها يمكن مرضتش أعذبكم باللي حصل. وتسأله حور ليه مش عايزنا نبلغ وهو يقول لها عشان ما تبقاش فضيحة. وحور تقول له احنا راضيين بأي حاجة تحصل بس المهم تاخد حقك. ويوسف يقول لها اللي راح ما يرجعش وانا عشت ليالي سودا بخوف وقهر. مكنتش عارف اخاف على نفسي ولا امي. احس ان عمري ضاع هناك. مر عليا رمضان وعيدين وسمعت بقضية كورونا. كنت بس اسمع لكن ما اقدرش اعمل اي شيء. تعبت كتير قوي. مرة ضرسي تعبني خلاني اتمنى الموت وما طلهوش لحد لما السجان شغله بدون ادوات او معقم او اي حاجة. ما كانتش اول مرة اتمنى الموت فيها، اتكررت كتير. حور تقول له عائلتك واهلك فينهم دلوقتي؟ يقول لها يوسف كان عندي اهل وعائلة بس وصية ابوكي كلفتني كتير. وحور تقول له كلفتنا احنا برضو، كان قادر يوفر علينا كل الألم والتعب ده. وفي الأخير يقول لها يوسف ممكن يا حور أطلب منك طلب؟ حاولي إنك ما تفكرنيش. فحد بيروح لهبة ويقول لها إنه خايف على شهد بسبب إنها ما بتردش وغيابها ده يقلقني. وفي الأخير بيقول لها إن بعد الظهر عدى عليكي واخدك وتروحي لها البيت تطمني عليها. وهبة بتقول له ازاي يعني انا من بيت الخطواني اروح لبيت الباهي تاني؟ وفهد يقول لها اكذبي عليهم وهما مش هيعرفوا انت من بيت مين. وهبة بتقول له اخاف وما بعرفش اكذب. زيد بيكلم مهند بعصبية ويقول له ازاي اللي بيبعتلي على النت يعرف ان احنا بنجمع معلومات عن ابن الخطواني. ومهند بيقول له غريبة انا متفاجئ زيك. وبعدها بيقول له هو معقولة تكون بتشك فيا؟ وزيد يقول له اشك فيك وفي ابو جدك اذا كنت بشك في نفسي. مين اللي عرفه؟ مفيش حد يعرف غير انا وانت واخوك الدكتور. وفي النهاية يقول له هو واحد من الاحتمالين، يا اما مكتبي مراقب يا اما انت اللي مراقب. ومهند يقول له يا اما الدكتور بدر هو اللي مراقب. وفي اخر احداث الحلقة بترجع ديما بيتها وتقول لهم هجيب شوية اغراض. ولما بترجع بتيجي ياسمين وتقول لها تصدقوا اني سافرت. يا ريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.